السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنائي طلبة وطالبات الصف السادس، أهلا وسهلا بيكم حبايبي. فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض صفحة 57 و58 و59 على يونت 1 من كتاب جيم الأضواء إنجليزي سنة 6. يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك الجميل، وعندك كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الأحمر يا حبايبي اضغطوا عليها، وبكده تكونوا اشتركتوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد إن شاء الله من حل التدريبات والواجبات. ونقول بسم الله. السؤال الأول بيقول لك read and complete using word from the word. بيقول لك اقرأ وكمل الجمل بالكلمات اللي في البوكس. عندك لاندسكيبس يعني مناظر طبيعية، كورال ريفز يعني شعاب مرجانية، عندك كالتشر يعني ثقافة، عندك بروتكتد يعني محمي، كلين اند سيف يعني نظيف وآمن. أول حاجة بيقول لك رأس محمد is a protected area بتكون منطقة محمية. so لذلك people must care for it يعني بيقول لك لذلك الناس يجب ان هي تعتني بيها. طيب رقم 2 it's important to keep the park من الهام جدا ان انت تخلي الجنينة دي او الحديقة دي clean and safe يعني نظيفة وآمنة عشان هي منطقة محمية. طيب people enjoy the quiet and beautiful landscape يعني الناس بتستمتع بالهدوء وكمان المناظر الطبيعية الجميلة in رأس محمد ناشونال بارك في حديقة رأس محمد الدولية. هنا بيقول لك رأس محمد is full of animals يعني رأس محمد بتكون مليئة بالحيوانات and plants والنباتات and colorful. وإيه الملون؟ هتقول له هنا كورال ريف الشعاب المرجانية الملونة under its sea تحت طبعا البحار. visitors الزوار كان learn بيستطيعوا انهم يتعلموا about the culture عن الثقافة of the local people عن الناس المحليين. طيب نيجي للسؤال الثاني complete the sentence with the word with the present simple of this verbs. يلا بيقول لك هنا كمل النص بالافعال دي. عندك visit يزور، do يفعل، not like يعني لا يحب او بمعنى يكره برضو. عندك play يلعب، go يذهب، read يقرأ، cook يطبخ. what time ما الوقت do you usually go to bed ما الوقت اللي عادة ان انت بتذهب فيه للسرير on school night في ايام المدرسة. طيب هنا في ليالي المدرسة بيقول لك هنا رقم 2 we visit the library احنا بنزور المكتبة every Friday كل جمعة to borrow books عشان نستعير او نستلف منها الكتب. رقم 3 my sister play volleyball with her school teams يبقى هنا نحط play بتلعب. أحمد not like vegetables أحمد مش بيحب الخضروات but he eat fruit لكن هو بياكل الفاكهة. رقم 5 their grandmother جدتهم always دائما cook dinner بتطبخ العشاء for the whole family لكل العائلة. رقم 6 do they read the newspaper every morning هل هم بيقرأوا المجلات كل صباح. هنا بيقول لك write about daily life of people in your village بيقول لك اكتب يومياتك عن الحياة في القرية، وطبعا موجودة في الدرس اهيت وحلناها قبل كده. دي صفحة 57. يلا بينا على صفحة 58. صفحة 58 هنا بيقول لك test yourself اختبر نفسك. أول حاجة listen and circle the correct answer from A, B, C or D. بيقول لك we buy souvenirs احنا بنحب أو احنا بنشتري الهدايا التذكارية from the market من السوق. the smell of the bird بيقول لك رائحة الخبز is amazing بتكون مذهلة ورائعة. طيب رقم 3 we also نحن أيضا see shops بنشوف المحلات where workers وحيث العمال make بيصنعوا ايه by hands العمال بتصنع بإيديها يا شباب. هتقول له furniture يعني أساس. طيب هنا بيقول لك we visit ancient sites يعني احنا بنزور المواقع التاريخية in the evening في المساء. نيجي للسؤال الثاني choose the correct answer from A, B, C or D. my sister choose a colorful هتقول له necklace يعني أختي بيختارت هتقول له هنا سلسلة ملونة to wear around her neck عشان تلبسها حوالين رقبتها. طيب بيقول لك هنا hand made baskets and jewelry are called الحاجات اللي هي السلات اليدوية والمجوهرات اليدوية المصنوعة باليد يا شباب are called بتسمى ايه؟ هتقول له crafts يعني حرف أو مشغولات. هنا بيقولك in our village في القرية بتاعتنا people weave rug using الناس هنا بتستخدم السجاد الصغير. هتقوله بتعمله بواسطة اللومس اللي هو النول، أداة بيستخدموها كده يا شباب عشان ينسجوا بيها ايه السجاد. طيب read and complete the text with the word in the box اقرأ النص وكمل بالكلمات اللي في البوكس. عندك لومس اللي هو النول، harvest يحصد، spins ينسج، fishing nets اللي هي شبكة الصيد.
people in Egyptian village الناس في القرى المصرية do different بيعملوا حاجات kind of works أعمال مختلفة. زي ايه كده؟ قالك in some village في بعض القرى people مالهم بقى؟ قالك are fishermen بيكونوا صيادين. who go fishing every day هم بيذهبوا للصيد كل يوم. they fish using small wooden هم بيصطادوا السمك باستخدام ايه؟ خشبي. هتقول له fishing nets اللي هي شبكات صيد. in other places في أماكن أخرى farmers الفلاحين harvest the crops بيحصدوا المحاصيل. يبقى تاني حاجة هتقول له harvest يعني يحصد the crops المحاصيل and sell them وبيبيعوها in the market في السوق. طيب هنا بيقول لك in حسن's village في قرية حسن his family العائلة بتاعتهم spin wool بيغزلوا الصوف and make carpet وبيصنعوا السجاد at home في المنزل. all families كل العائلات helps each other بتساعد بعضها الأخرى to live الحياة and work together ويعملوا سويا. دي صفحة 58 يا شباب. يلا بينا على صفحة 59. صفحة 59 بعد قراءة النص بيقول لك choose the correct answer from A, B, C or D. we stand in line احنا بنقف في خطوط. salt the flag عشان نحيي العلم. he does his homework هو بيعمل الواجب بتاعه. هتقول له after school بعد المدرسة. answer the following question جاوب على الأسئلة. when does the school start بيقول لك متى تبدأ المدرسة. هتقول له at 7:30 am يعني الساعة 7:30. what subjects does he study at school بيقول لك ايه هي المواد الدراسية اللي هو بيدرسها في المدرسة. هتقول له science علوم English انجليزي Arabic وعندك كمان ماس بس ما فيش مساحة هنا. when is the break يعني الراحة بتكون امتى. هتقول له at 9 الساعة 10. هنا في الترتيب أول حاجة هتقول له she stands يعني هي بتقف. near بالقرب من ايه. هتقول له a big wooden gate يعني في بالقرب من بوابة خشبية. طيب هنا بيقول لك رأس محمد is a protected area بتكون منطقة محمية. read and write the correct from the word between وبركز صحح الكلمات اللي بين الأقواس. what language do Bedouins use ايه اللغة اللي البدويين بيستخدموها. that man هذا الرجل moves to another country every year بينتقل إلى كل دولة كل عام يعني كل دولة كل عام. هنا بيقولك في البنكتويت أول حاجة تحط الدبليو كابيتال وتحط نقطة عشان ده سؤال عشان ده جملة خبرية. students أول حاجة هتحط الاس هنا كابيتال وتحط نقطة. بيقولك يا بطل اكتب يومياتك your daily routine عن روتينك اليومي. هتقول له ايه بقى باستخدام كلمة study يذاكر eat ياكل sleep ينام. طب تعال نشوف مع بعض هنعمل ايه ونقول ايه. هتقول له my daily routine روتيني اليومي is very healthy بيكون بصحة جيدة. I follow healthy habits أنا بتتبع العادات الصحية. I woke up early أنا بستيقظ مبكرا and have my breakfast وبتناول وجبة الفطار بتاعتي. I do some exercise أنا بعمل بعض التدريبات والتمارين and eat healthy food وباكل كمان طعام صحي. I do my homework أنا بعمل الواجب المنزلي بتاعي and study وبذاكر my lessons الدروس بتاعتي in the evening في المساء. I go to bed بذهب للسرير early مبكرا and get enough sleep وكمان بحصل على نوم كافي. كده بطل وصلنا نهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو لو بمعلومه واحده. واللي استفاد من الفيديو ما يبخلش عليا بقى بلايك حلو منكم كده. اشتركوا في القناه يا شباب. عندك كلمه اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر اضغط عليها وعندك كلمه ايه عندك كلمه اشترك في القناه وفعلوا الجرس بقى واعملوا شير لاصحابكم. بالتوفيق والنجاح يا رب. ربنا ينجحكم جميعا. بحبكم قوي والله. يلا مع السلامه.